اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا نص كيلو رز مغسول، هسيبه يتصفى شويه من الميه بتاعته. هبدا ان انا افرده على صينيه، انا عايزه استخدمه يكون ناشف، مش عايزه فيه ميه كتير. اول ما الرز بتاعي ينشف هجيب بقى الكبه بتاعتي وهضرب الرز ده كله، انا عايزاه بودر خالص. هخلص كل كميه الرز بتاعتي. هنا بقى معايا الخضره بتاعتي، بقدونس وكزبره وشبت وبصلايه صغيره وثلاث فصوص توم. هضربهم في الخلاط، ممكن ازود عليهم شويه ميه عشان يمشوا معايا في الخلاط. خلصتهم هبدا ان انا اصفيهم من الميه بتاعتهم، انا مش عايزه الميه بتاعتهم. معايا نص كيلو لحمه مفرومه، هحط على الرز وهنزل بالخليط اللي انا عملته. هقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه. هجيب الكبه بتاعتي، هبدا بقى انزل بالخليط بتاعي لغايه ما تنعم معايا. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل كفته رز، بما ان احنا داخلين على العيد الكبير، كل سنه وحضراتكم طيبين. هضرب بقى كل المكونات بتاعتي دي في الكبه لغايه ما تنعم معايا. سهله وبسيطه وما تصعبيهاش على نفسك. مش محتاجه ان انت تقولي ان انا هنزل اعملها عند اي حد، لا انت هتعمليها في البيت بطريقه سهله وبسيطه. انا خلصت كل الكميه اللي معايا، انا مش هحط توابل غير ملح وفلفل اسمر، وهبدا ان انا ادربها مع بعض كده واظبط الملح بتاعها واصبعها. جربي الطريقه دي، ولا الكفته معاكي هتشقق ولا هتفك معاكي وانت بتقليها. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. لو عجبك الفيديو متنسيش في اللايك والشير. انا بقى هخلص كل الكميه اللي معايا، هبدا ان انا اصبعها عشان اسهل عليا اللي تصبع معايا. هدهن ايديا زيت. ممكن الطريقه دي بعد ما تصبعيها تحطيها في الفريزر وتستخدميها ساعه ما تكوني عايزاها تطلعيها وهي متصبعه، لكن انا هستخدمها معاكم على طول. هبدا بقى ان انا الزيت بتاعي سخن، هبدا ان انا انزل الكفته بتاعتي زي ما انت شايفه، ولا شققت ولا فتحت ولا اي حاجه. هعمل بقى لها الصلصه. معايا معلقتين زيت، هنزل بفصين توم، هنزل بمعلقه معجون طماطم، بعد كده هنزل بكميه الطماطم اللي انا محتاجاها اضربها في الخلاط. هبهر ملح وفلفل. اول ما الصلصه بتاعتي تتسبك هنزل بالكفته بتاعتي، وهحط مقدار الميه اللي انا محتاجاه حسب الكفته. هسيبها بقى تاخد لها غلوتين 3. انا كده الكفته بتاعتي على النار بتستوي، تاخد لها غلوتين 3. انت ممكن تعملي الخطوه الجايه دي او ممكن تستغني عنها. انا هنا معايا بطاطستين هقطعهم مكعبات، هضيفهم على الصلصه وعلى الكفته، بيبقى لها طعم حلو قوي. طبعا احنا هنضيف البطاطس اخر حاجه في التسويه، اخر 10 دقايق، عشان البطاطس كده ما احنا عارفين ليه ما بتاخدش تسويه كتير. كده احنا حضرنا كفته الرز بطريقه سهله وبسيطه، وربنا يحسن ما بين ايديكم.